السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيث ماذي اسمه ماني متجا من قراوم رمضان مبارك سعيد ونطحب الزوم غال برنامج نوم ثفوت مراون الله سبحانه وجل وعلا ذا نخوفق باش نصاغ الطاس نفاوين نخ مسرين إذا نختهم من دي الدين نخ توذات النخ. أيث ماذي اسمه نهارا نخضار السور خل موضوع عن الإيمان. من يعني الإيمان من تعنى الحقيقة الإيمان ما مش غانق باش نيري ذي المؤمنين الطاس يسقسان نغني أخاس نجاوب ذي خرستثنا ولكن قمة كينخ باش نزار المحاور نتخرست هذا مزوارو. أوزركي الزهر هذا ورثني الزهرين ميان يتو كتاب في اللعب توارا يعني أتصني ودن تقن بعض السلوكات يعني وتصدو غانشيقا نكنين قاد المؤمنين سويني نهارا نسور خل الإيمانة إن شاء الله تعالى أنسن مني على المؤمن الحقيقي ما مش غاديك حمد فهدور غاس الإيمان يقوى أيث ماذي السماء يخصنا السن بأنه الإيمان ذا مزوار مروى ذي الإيمان وذي النوالو مروى نجد المؤمنين ما مش غنقا نعيش ذات النختم زذقت مروى نجد المؤمنين ما نغنبو بزي غنرقى الله سبحانه جل وعلا يوم القيامة خاصة وأنه يخضرنا خنيريز الأمة للحبيب الناس المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما غنخشو غنبو بزي غنرقى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة مركة غنرقى خشان الخاتمة مبرا الخاتمة الإيمان نتا الله سبحانه جل وعلا أذن خيار زقيش الخاتمة حسنة أخن خياض رب العالمين ذي الدنيا ذي الآخرة وخميني غنمسرقا غيق النبي صلى الله عليه وسلم الزين خفاح هذا خييني الجيخ كني وخ الإيمان ولكن رمي ذي الترقام رمي غاري يثاوحم يسيتي غاريس الإيمان نغيضهم بالجيخ ذي الأمانة الإيمان هي إثما مبرنتا وزما بوغان خثيري العزة ذي ثماثة ثم الله سبحانه جل وعلا خصوان تتوشي اللي قارن خذ القرآن أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون ما تغيروا وما قنخرقك النيو أمو هذه ثلاثة العبث وهو يفين شيء قيث يخرق رب العالمين تيرا ذات بوهرية ذات الشهوات النشي إلى غير ذلك ثم غتمثل ذو شصفي وهذه النبو الحساب وهذه النبو العقاب وهذه النبو الجنة وهذه النبو ثمسي وهذه النبو والنغي تفكان أمو قاسج غلط قران الله سبحانه جل وعلا ويتيرا شاء وذن خي خرق شاء عبثا وها وإنما يخرقانخ باش ذن خي امتحن باش غاس نذور هذه يخزاو غينجحن ديال الامتحان وغيرين ديال الجنة وغيرين ذي ثمسي إني غيرين ديال الجنة أيها الكرام ذي ني جند المؤمنين سويني نهارا نسور خل الإيمانة إن شاء الله تعالى أنسن مني عن الإيمان مني عن المؤمن الحقيقي باش أني رزقني يابحن إن شاء الله تعالى أيث ما ذي السماوات تمشى كذلك إلا الله سبحانه جل وعلا ذكيش صورة طامز زيانته ولكن غاس معاني طيم قرانين الطاس سورة العصر يقاضي الله سبحانه جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رب العالمين يتزجس العصر إلا يوذن مارقين دي خصاف إلا إني يمنن ولكن واجبك تفنس الإيمان وها لأن الإيمان نربدا تيريم قرونس العمل الصالح آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لأنه يقسح وغيثبت الخبري ذي الحق ويقسح وغيتواصل يجون نغني الصبار خاصة أنه الدنيا أمن تكمر في حواجي الصبار خاصة دي الزمانية الطاس بر الصبار ويتيري والو أيث ما ذي سمع عزن ربدا الإيمان ما مشنا نمقرون العمل الصالح الله سبحانه جل وعلا يقارنخ كأول ثمسرش يخفكني وغاحسبخ هي الإيمان ما تغثو منم زي مولانا سبحانه جل وعلا كني وخرق ملا ثم يتزد الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم الإيمان بالأنبياء والرسل والملائكة والكتب واليوم الآخر والقدر من يغاث نزار إن شاء الله تعالى مرة يذنخ ذي الفقرات دي قوان ولكن مدى يتهم دي التقديمة ونتا هو الإنسان الذي راجع يخف النس الذي راجع الإيمان النس الذي يسن بأنه قيقوار الذي يلقى الله سبحانه جل وعلا ثاني تثمسر الشتم وارد ولكن يخص كذلك بأن الإيمان قوى جبهم تعلق صلفار جارج ذمولانا سبحانه جل وعلا لأن التصنق وذا ما يتفكر يوقع شو الإيمان جاري يد الله سبحانه جل وعلا لا لأن شكمار ذا المؤمن وين ذا المؤمن نشذ المؤمن الشرمار ذا المؤمنين نتشكل الأمة من المؤمنين فالله سبحانه جل وعلا مريت ولا أمة من المؤمنين يتشس انت غي واف انت مواف ان التث غي يوانس الدين
تماثا ذي الخلافة الأرض غام تكمل غزاف سويني أيثما ذي السماء خصا نحضر الإيمان نخ مكور مرة نتراجع باش نلقى الله سبحانه جل وعلا ذي المؤمنين أيثما فما كاين المشهد التمثيلي وضغاو من ذور نكمل ذي الموضوع قمة كاين خواتي حمشة ذي بجمع الطاس. خالتي كش مدايوي هيا غيد يزنيتك شنو نزاك مين لاباس دار كلشي بخير لاباس دار هاتي دايوي غير كانت تنيت ملي غور نجي حلي امتحان ولا سوري شتا ولا لسه ولا حتى سوري سوالت حتى يان يا ربي غدي سوري سوالت اوري ميلي هدو تربي لي العقل صافي غير تهنا خالتي ولا نفو غماس نغي غير كي اختي ندير السفور غير تهنا كاين انت تساوي كيصرب ربي سي محمد متى الحال تدخليت واه صاحبي حتى الحوايج نكون نتبادلت دياو كانوا نجحت غير امتحان صافي تيكيرا انت درتيها عاودي ما ذاكتيني غيانير تا هو ريتيني جات دلات سكر ميكانيك طيران ديما داري النقاط فول كينت اللغه السوجيت كلشي غير اللي خصها السوجيت ايميلا شكين ديخر لا فيزيت عفني نداري تظلمات نقص ناني يوري كاين السولت كملت صافي غير غادي دي سلام اوزر كيزا واه صاحبي حتى كاينين مساله النيت هادو النيت الزهرين ميان يتو كتاب في اللعب يخصك التامنت سل القدر سوا يفولكي ولا يخشن تو راك السما كاين اللي هو فولكي الحسابات كاين سقيت شريكي ربي حاشا وداتك خاشريكي ربي تبارك وتعالى هذا خا ودي سامح ربي اوا غير تصفرحتي من تاكلينو اوا هي يخدني كرتا طوطات غيلا تزالت دعوتي ربي هذاك يغفر يسمحك هاتو تسمع كاين اللي هو فولكي يا رب انت دا تسامحت سير تاول نوافولكي الخير اوا غير تصفرحتي اوني كرغي موتي يلا واخا باغي كان تسكرت أيثما ذي السماء ونتا يجن مشهد تمثيلي غير تبين يجن جزئية زي الإيمان بالقدر قدر الله سبحانه جل وعلا ونتا يجو مثنخ يتبان ديال المشهد التمثيلي أنه يستعدو شان كونكور من بعد ويوفقش الله سبحانه جل وعلا باش هذا ينجح لأنه ذي يسشن هرج ضيفيت إلى غير ذلك فتغير قد تني يتجندن كاع الدنيا يبدا يقنض يخيق يقنض زي الرحمن الله سبحانه جل وعلا الى غير ذلك ارميدو يساوي ثين بهن الناس لا امسلم يخصها هذه من القدر هذه يمن بانه مادام ربي العالمين وهذا سيكي بور خاذيني وثيوفقشا غاسر خاماني النغري ان شاء الله تعالى غاثيوفق ماني النغري ان شاء الله تعالى فالمؤمن يخصها رياضه القدر مولانا سبحانه جل وعلا لانه ما يسخذ قوى غاسل السخذ ولكن ما رياضه يتخص الله سبحانه جل وعلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم مش تستمد الحديث مرة مثل سقسى سيدنا جبريل عن الإيمان الناس أخبرني عن الإيمان الناس الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره إذا رست ستان الأركان أبيلا رمزوار وتمنى الله سبحانه جل وعلا لأنه مروث من صاربي قوث من سوالو وخذ من سكوشي ولكن الإيمان مزوارو بالله الواجد والنغي إذا شكشين الحياة إذا شكشين مرة من غاك المنعم سبحانه جل وعلا أن تؤمن بالله وملائكته الملائكة مولانا سبحانه جل وعلا الإيمان بالملائكة أيها الكرام أنا من بأن الله سبحانه جل وعلا يخلق ملائكة وعصين شامولانا سبحانه جل وعلا الملائكة يكون الجرمين زي كلف ذيس الملائكة يتجندم قرانا شنو جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت مثلا جبريل انت يتجن أمين الوحي انت غادي يكون الوحي الأنبياء مثلا أنت أمر بأن إسرافيل يكلف الله سبحانه جل وعلا سنفخ ذي الصور إلى غير ذلك أنت أمر بأن ملك الموت نتيجة مكلف يكسر الأرواح العباد أنت أمر بأنه ذي ملائكة قيل كين رقيب عتيد بونتان خانخ منتق ذي الحسنات ناخذ السيئات إلى غير ذلك فهذا كله من هذا الإيمان بالملائكة ثم تؤمن بالله وملائكته وكتبه انت من بأن الله سبحانه جل وعلا يسكد القرآن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذوانيتا الدستور النختانيتا المعجزة النبي النخ الخالدة
ثم قبل الناس يسكد الانجيل لسيدنا عيسى، وقبل سيدنا عيسى يسكد التوراه لسيدنا موسى، ويسكد الزبور لسيدنا داود، وهكذا. انت من الكتب ينا مارة ما مش انت من الانبياء مارة ينا، لان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. انت من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وانت من الانبياء اللي مارة قبل الناس، ونفرق شجر الانبياء من الله سبحانه جل وعلا الرسل الناس. ولكن الله تعالى قارخ بانه قفض الاخر بعض خير نغني، وافضلهم هو حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. مركر الانسان يؤمن الانبياء مارة ويؤمن محمد صلى الله عليه وسلم يتحسب الايمان سوى ذي النشاء ويؤمن شاء، أو ما لا يؤمن محمد صلى الله عليه وسلم واحد سوى يؤمن شاسين نغني، كذلك الإيمان سوى ذي نشاء. وذمانيا إذا تميز الأمة محمد صلى الله عليه وسلم أنها تؤمن بجميع الأنبياء والرسل أنهم أمناء يسكتن الله سبحانه جل وعلا باش تنصحن العباد، باش تسرمذن العباد، ما مش عبدن رب العباد سبحانه جل وعلا. فنا أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، تمنذ بأنه قد قارت مثال قد ينجح قانس يوم القيامة، ذي ينجح قانس يوم الحساب والعقاب، واللي غينجح ندير الامتحانات الدنيا هذه ينجح ذي الحساب الآخرة، هذه يري إن شاء الله تعالى من أهل الجنة، واللي غيخسان قد يري من أهل النار والعياذ بالله تعالى. ثم ما مش نزل هذا المقطع الإيمان بالقدر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. تمنس القدر خيك قدر الله سبحانه جل وعلا، سواء تغمنين ذي خان ياخذ الشر، إن الله تعالى قال ذي القرآن وكان أمر الله قدرا مقدورا. ثم المؤمن أيها الكرام، نمجد هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لا ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. قام ركاري غثمون الأمة كمر هذا اش تنفع شان حاجة، والله ما تنفع إلا ما تغير رب العالمين القدر. مركا الأمة غثمون تكمر نخمون الجن ديال الإنس كمرن باش ضار شان حاجة، والله ما ضارن إلا ما تغيرات خاك الله سبحانه جل وعلا. ذوانيتهم قال الإيمان بالقدر أيها الكرام باختصار. وأخاكم نكمل إن شاء الله تعالى ذي الموضوع عن القدر، ولكن أرغنس حس الآراء نيث مثلا نخدم ميكرو تروتوار فقمة كينخ. غدينا إلا الإسلام إلا الإيمان. الإيمان إيجا أوثق من الإسلام، أشكو الإيمان أرتفوغ القلب تسنة تكفال غمس الدين نخلي الإسلام. الإيمان المقابل الناس الكفر. الحمد لله نشنين وتجيبوا الكفار على حسب من المدقين مزيدة، يعني الإيمان يجي جاني خصنا نعبد سيدي ربي، أما شنو نزاريتيد نحس رنتاق تكيدنا لبدا ماني ما مرة يموشان. أركان الإيمان متني يعني قدنا أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. خصاصا تشبت نسدينا يعني حما نصدقوا قانشد المؤمنين السنيت وغناج العلاقات صبح سيدي ربي. قصة ديما أي السن سارتي اسمه قول سيدي ربي استراقب، يعني سلا المراقبة الإلهية. إيمان إيجا أوثق من الإسلام. إثما يسمى فعلا ما مش نزراي إثما ثنخ أنه الإنسان المؤمن يبدا غيتمن الله سبحانه جل وعلا، الرسول الملائكة. مخفن السيور مرة قبل المقطع واني تاع الميكرو تروتوار. خص غاديني كثار أنه الإيمان أيها الكرام مخمني في تقاسا يقساح باش الزيت ينتقل غير المرحلة نغني قانس المرحلة الكفر. نخرمو من يقسم تزيوضين الإيمان نيشان ذي الطاعة الله سبحانه جل وعلا. ومن ينزريث ذي التاريخ الإسلامي أنه هو خذ قص النظام، ذا قص نفس ذا قص نيري أنت يقاس تزيوضي وهذه النبوش تزيوضي ثعذوت هي تزيوضي الإيمان. يتمتى ذا المؤمن يتمتى الشهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يميل أن الإيمان ذو النيذ الحياة نار الروح، ذو النيذ الحياة أمور ومبراء الإيمان الإنسان ويتحسي وصل الكرامة ذي ثماث وثنفس الناس وثات التشاء إلا الإيماني. والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقرأ في الحديث: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. إيش ثلاثة نحوايج ونذي الجانت يتحسى الصزيوضي الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أذير الله سبحانه جل وعلا ذا الرسول صلى الله عليه وسلم ذي النيخس يعزن كتار مرة
عايز نخي كتازي الوالدين نشكتازي ثمغاثن نشكتازي ثاروتن نشكتازي كواكران نشكتازي العالم من يكمر لانه غاتستزاد المحبه نشن الجن شن المخلوق خل المحبه الله سبحانه وجل وعلا المحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لان المحبه الرسول من محبه الله سبحانه وجل وعلا ما يميل ان الطاعه الرسول من طاعه الله سبحانه وجل وعلا من اطاع الرسول فقد اطاع الله فثاني تثبسر شتم زوارت والسناين وان يحب المرء لا يحبه الا لله تحب شيء الجن لله سبحانه وجل وعلا وهذه نبوش المصلحه دنيويه جارج داكيس وتجيبو بوركي تخدم الغاس نخي وش الشن حجت نخ تقصد غاس شان الغراض نخ لا تحبه في الله سبحانه وجل وعلا محبا في الله سبحانه وجل وعلا مونا نخصي رب العالمين مصفراق نخصي رب العالمين ونجمع بو الدنيا والثلاثه وان يكره ان يعود في الكفر كما يكره ان يقذف في النار ونقص نتزيوضان الايمان يقارش النبي صلى الله عليه وسلم اذي حب اثنضان دي ثمسي وريد ورغ الكفر يعني يتخلى خل الايمان واني تيقص فعلا تزيوضين الايمان ايها الكرام ولكن خص خذيني بان الايمان وانيتا قوي تكتميل للثلاثه الحوايج الايمان وانيتا غا الثلاثه الاركان تم زواروت قول باللسان والسناين اعتقاد بالجنان والثلاثه عمل بالجوارح والايمان وانيتا يزيد وينقص كويت قاعد يعني ينقص وانيتا الايمان الانسان ويتيري شرب داخل جنوتيرا الايمان يعرى يتقوض الايمان الانبياء يتقعد نخي تيري ثابت مشنو الملائكه نخي ينقصوها وهو ايمان المنافقين غي ينتقل غير الكفر والعياذ بالله تعالى وانما الانسان ايمان النفس كويت قاعد فمن خصديني وورواني قول باللسان انه لا بد تيني قنشد المؤمن انت من التمن سمولانا سبحانه وجل وعلا فعلا ثقات سيرس ولكن من تقات سيرس تعتقد التسور وديش الايمان المنافقين تبين ندي يوذان الا قيند المؤمنين اثنين خلاف ذلك يعني يظهرون خلاف ما يبطنون صهارا يعني العكس من تفارا هذا من النفاق والعياذ بالله تعالى اما المؤمن من غاس خير سقط غاس خور غاس الايمان دكور اذا هذا الايمان اللي خير سنس زيدوا الثلاثه وثانيه مهمه جدا عمل بالجوارح يعني الايمان ني ضهاد خايك ذي في الطوين نش ديال خزرات النش ذي قوار النش ذي الحركه النش من تخدمت سيفاس النش ذيك صوره في النش مانيش تاوين مغا المساجد ذي مشان رخاني ختاوين شك خل غاي مشان يعفن والعياذ بالله تعالى تصنقوا ذي قال شو الايمان ذكور نعم الايمان ذكور ولكن خص غادي يظهر خير سنش قمو منش الا شكدر مؤمن شنا غاد مثلا السن مانيش غنضر ما ديال المقابر نمسر من ماني نغني ثم ذي المعاملات النش يجيوذان التصرفات النش ماره ايها الكرام اورد زير هذه مسرة ثانيتا لكن تكتفي خص القدر وانيتا ان راح نغزار الاراء ذي سقسان ذي الهموم غاس الغيث مثلخ ثم غدغاو من ذور ان شاء الله تعالى باش نكمل خلق قضيه الايمان دي تخرستا فقيم كاين باش نسن حقيقه الايمان توارا يعني أتصني ودن تجن بعض السلوكات يعني وتصدغان شيء اثنين قاد المؤمنين بنادم يسيقى مؤمن الهند دابا يعني بنادم يحتكس قلت تصدغون يسقيس لنا العلامه الايمان يعني بنادم يتظلى يحقس لنا النظافه اسقسي خص غادي غير العالم يعني ما راش نحد غاس الايمان ضعيف يجا مامش غاديك حتى فدور غاس الايمان يقوى يعني من هنا مستريين خصها تتفاق الحياه الناس نادي بالدرجه شخصيه ناس سيدنا الشيخ نكيغلا ديكا مسلم ارسل الفرائض نص 5 ارض الله غير القيمه التسامح قريد مين ما مركز السن يزد لا يزد الكم القيمه الايمان 100% كرن ميد ارتنكرني سي الله ربي ارتنكرنا الدين داك يسيقا الحاج زعما اللي يستيهم ماني وفقان وكان راه نسين مأغود اللي تنكرني سيدي ربي اللي تنكرني لك تينا ربو راه اللي يعني الدين داك يكر الحاجه ماشي ضروريه الحياه وفقان ما سقسني لنا الشرعي ام نسن مريضنا اركان الاسلام توسنن ما شانيش خصها غاد السنه من تعنان اركان الايمان إثم هذه يسماخ منين تساورخ الإيمان يخصها السن بأنه نجبون السيور خيجن حاج الطمزيانت إيمان شعب كثيرة والحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ غديس الإيمان 70 شعبة وفي رواية 60 شعبة أفضلها لا إله إلا الله
وآخرها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. يجو مثلا السوار الحكم والنوى يومين نسأل الله سبحانه جل وعلا إلى غير ذلك. وفي الحقيقة ثاني تظاهرة تعفن تطاس والتقذينت، ولكن ذي وقت النخ يمكن 18 شوية تطاس يجن ظاهرة نقارس ظاهرة الإلحاد. يتكاد بنادم يلا عضوا يسين والو، يلا عضوا يغري، يلا يشمع ريحة شان الكتاب، يلا هي مع شايك شنق الجندي الجامعة يقارش قيا ربي ويتجي من الإيمان من الدين من الإسلام من كذا أتفذي السور دي شن حوايج يقجان تخص الطاس انت ينو غادي تمسرايين ثم الزيانين. النيخ أيها الأحباب الظاهرة ينتشر الطاس ما يمي لأنه يوذان غلبا الجانب المادي الشهواني الجانب الروحي ذو العاطفي. أتفذ بنادم ويعزو شادي الإيمان ويعزو شادي الحقائق ويعزو شادي معرفة الله سبحانه جل وعلا. إنما الغرض الناس هو إشباع الغرائز فقط. الله سبحانه جل وعلا يتخبرن قارخ بأنه يبعثن الذكر مولانا سبحانه جل وعلا ويومين شص الله سبحانه جل وعلا وني تتيرا غاسش الحياة ثكارفص يجن حياة ضيق خاص ضيا خاص ويتعجبوا مليح. بل أكثر من ذلك يوم القيامة يحشرث الله سبحانه جل وعلا تظهر غار فونتا ويومين نسأل الله سبحانه جل وعلا قال حكم النسبة واضح. يقول تعالى إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. نسأل الله السلامة والعافية. يجو مثلا يتسقسى كذلك ما مش غيق الإنسان هذه قوة الإيمان. وفعلا سؤال وجيه خاصة ديال وقتها أنه نتوارى الفتن كثان ديال المجتمع، نتوارى بأنه المغريات الماديات كثيرة جدا. فنهار باش تفكر تنمي ذا الإيمان ذكيج نوقتي وذا تفكر ما مش غيقنا ذا نمان الأرصدة نسن البنكية وها يعني يجن حاجة في الطم قرانت. ربما تمسرش تمزوارو تيغينيخ هو العودة إلى القرآن الكريم لأنه الزيسي غنسن العظامة الله سبحانه جل وعلا الخالق العظيم. مروا السن ضرب بمعرفة الله قوز ما بوزي السمنذ الشينوان قارشي وذان الإيمان الداروي شوية من موها إلا غا من معان علم روح الطلع روح الغام الحمد لله الكتب موجود الخو ولكن الكتاب الأساس الأول هو غتعقبد أتغاض القرآن الكريم وتقل المجهود تحفظ باش تبدل تسند أسماء الله وصفات الله تسند القدرة الله سبحانه جل وعلا الضباط ذي القرآن وفي نفس الوقت الضباط ذي الكون الله سبحانه جل وعلا غير كتاب مسطور يتجن القرآن ذي الكتاب المنظور يتجن ذي الكون ذي خلق رب العالمين الكثير من المخلوقات. ثم غتعتني الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أتغاض السيرة النبي صلى الله عليه وسلم باش تسند ما مش تغيتك النبي صلى الله عليه وسلم يتم عمال يجيني والتغيشة ذي المؤمنين ارمني ذورن زي المؤمنين مقرن الدفع عن الإسلام ذي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والسراثاغ الإنسان هذه حسب نفس النفس لابد من محاسبة النفس وربدا غتذكر نفس شتنشتي لا لابد تمث خميني غتمث لابد تحاسب الله سبحانه وتعالى وعلا غير تفكر بأن المكت يتسد بغتا يتفاجئيش وتمثل ما مش موث الماري وذن لأن ثاني تديج الحقيقة لا يختلف عليها اثنان خدني أتقوي شوية الإيمان ثم غتصحبض الإخيار لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. الإنسان قد خدينه بالذكر الناس كوري الجنة ذي خزار وغي خضار ذنب الذكر يخضام المؤمنين الصالحين باش ركني وإن شاء الله تعالى أتيري مزي المؤمنين الصالحين وكيس نتحضام ذي الحلقات العلم كيس نتحمخ المجالس الربانية إذ يتقوى الإنسان الإيمان أيثما يسمى أنا حرخو أنا غزار 4 الأسئلة إذا غديوسين ذي العالم الافتراضي يجو مثلا خي تسقسى ما ينفع الإيمان نبرى العمل يعني بنادم مرا يومن ماشي هو يخدم العمل الصالح يخدم من المؤمنين ما ينفع يوم القيامة. ونتا نقارس ثمسارس مشنو يجني واحد يستعدو شان الامتحان يساسد ثوريق ستيلو غزات سيجا ثوريق التشمرت شو هذا يسيوري والو وشا رومي روح هذا يقدم الجواب ان نسي وما نسكل الجواب غاك الناس الجواب غاري دوك الجيف الجواب اللي غاك دوك الجيف صهاري ذي ثوريقت باش تنصحح انزال نقطه اذا شغالك شني غلا فذواني تلحن وني ذا شيقان ماني جا الايمان يقارج الايمان اقثقور تزجد الا تزوميد الا تقل شان الخا الا باش قال الايمان يتجنقور صوف غيثير باش تنزار نسني الا فعلا غاك الايمان ذكور فيستحيل انه غادي يري الايمان بلا العمل لانه تغنغرد الايه يعذون الله تعالى قال ان الذين امنوا
وعاملوا الصالحات. فلا بد من الإيمان والعمل الصالح باش نسني الله ونتا فعلا در مؤمن. ونت الله تعالى ذا يوفق نطفذ الإيمان نخ أنطفذ الدين نخ باش نريزي السعداء ذي الدنيا ذي الآخرة. إكسدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أرذاني تتقوى خاكي وما يثمد السماء ونقار نتخرستا نتار الله سبحانه وجل وعلا كأنه يحفظ أذوم يقار بالبركة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.